لان مروان عطيه يعني هفضل اقولها احسن لعيب في مصر في الحته دي. على فكره يا جماعه عادي جدا، انا كنت ممكن انزل احمد عيد اللي هو الباك اليمين واحطه في المركز ده واقول له اعمل كده. السوشيال ميديا ليها دخل كبير بانهيار الكوره في مصر. الكوره مش بس 90 دقيقه، الكوره بين الخطوط. دي مش مجرد كلمه، دي تفاصيل. اهلا بيكم في اول حلقات بودكاست بين الخطوط، وهنتكلم هنا عن تفاصيل التفاصيل. وعشان الكلام يحلى لازم يكون معايا صاحبي وحبيبي عبد المنعم منصور. حبيبي نجم، منور الدنيا حبيبي والله. شاوي والله. انا متحمس. وانا جدا وانا طب تعالى جدا. نبدا نتكلم عن منتخب مصر الاول وبعدين نخش شويه في افريقيا. ايه رايك بقى في ماتش مصر؟ اولا أو قبل الماتش، خطه اللعب، طريقه اللعب اللي ابتدى بيها كابتن حسام. يعني اول حاجه طريقه اللعب والافراد اللي اعتمد عليهم كابتن حسام. انت عايز تسخننا على الكلام؟ بص، انا واحد من الناس مفهومي عن الكوره او تقييمي للكوره، انا مش بقيم ان انت حلو او وحش. انا بقيم في اللحظه دي انت تصرفت تصرف صح او قريت الماتش صح او قريت غلط او حطيت معطيات صح او غلط. يعني مش بقول ان حسام حسن في المطلق هو مدرب فاشل زي ما بعض بيقول، ولا بقول ان هو احسن مدرب جه مسك منتخب مصر. بس انا بشوف انه انت مدرب منتخب مصر وبقالك فتره طويله مع الفرقه، والمفروض ان انت حافظ امكانيات اللعيبه، ومفيش ولا لعيب فيهم جاي جديد عليك. من اول محمد شناوي كحارس مرمى لحد مصطفى محمد اللي هو المهاجم. فكره ان انت تحط اللعيبه في سياق مش مناسب لامكانياتهم، فده بيدل ان انت مش قاري امكانيات لعيبتك. طب في البدايه طريقه اللعب، بص، هو احنا في البدايه طريقه اللعب احنا 4-2-3-1. امام ماشي. عاشور المفروض ان اللي هو بيكسب. بامكانيات امام عاشور المفروض ان هو يبقى 8 مش 10، بس هو موظفه 10. ليه؟ عشان يربط اللعب ويستلم بشكل طولي ويطلع ويطلع الفرقه لقدام. بس المشكله مش في وجود امام عاشور او غيره، او مش المشكله مش في الاسم. المشكله كانت في انه انت لعبت باتنين 6 شبه بعض، الاتنين فلات. ففي خروج الكوره، يعني انا ببساطه شديده برضو عشان بعض الناس تقول لك ايه لازم يشتغل بالفلان او يحط فلان. يعني بعض الاصوات امبارح طلعت لازم مهند لاشين. لا، هو مش شرط يا جماعه مهند لاشين. يعني ممكن مهند لاشين، ممكن حمدي فتحي، ممكن مروان عطيه، ممكن اجيب دونجا، مش فارقه. محمود صابر. ممكن اي حد. بس هي الفكره هنا في ايه؟ انا بحط اللعيب ده ازاي؟ يعني انا معلش هخرج شويه لماتش، كان ماتش تونس في بطوله العرب، كان مع فلسطين. افتكر منتخب فلسطين في البدايه كان منتخب تونس مش عارف يخرج بالكوره. ليه؟ عشان هو كان بيلعب باتنين فلات. مش متذكر صراحه مين في التشكيل، بس كان الاتنين فلات. حتى انا اتكلمت عنها، حللتها في البرنامج بتاع مصاحب الكوره. فاتكلمت عن انه هو في البدايه في اول 10 دقائق كان كابتن سامي الطرابلسي ما كانش عارف يخرج بالكوره. ليه؟ عشان حاطط اتنين وسط الملعب فلات. وانس ان هو طلع واحد بس منهم زقه في التلت بتاع فلسطين، بقى عارف يخرج بالكوره. ليه؟ لان انت بتدي تقل او زياده في العمق في وسط الملعب المنافس، فانت بتبقى عارف تخرج. انت اوريدي عندك قلبين دفاع او عندك ارتكاز تحطه قدامهم، فبتقدر بتعامل على الاقل زياده 3-2 في مواقف البناء، وممكن تكون اكتر. امبارح زيمبابوي كان 4-1-3-2. فلو انت عندك قلبين دفاع ووسطهم مروان عطيه عشان يعرف يخرجك بالكوره، انت عملت زياده عدديه في المرحله الاولى. بس زق حمدي فتحي جنب امام عاشور عشان يدي لامام افضليه انه يبقى في موقف 2-1. طب ماشي، ده بقى مدير فني ولا لاعب لا، ده مدير فني. ولا امكانيات لاعب؟ لا، مدير فني. ما هو انا بالنسبه لي، يعني انا هديك مثال. مش كولر في الاهلي كان بيلعب حمدي فتحي، كان بيزقه لقدام، كان بيشتغل 8 وكان احيانا بيخش يكمل كمهاجم تاني. يعني معنى كده ان الراجل ده تقدر تخليه قلب دفاع ثالث زي ما ايام موسيماني، وتقدر تخليه كمان يخش كمهاجم تاني زي ايام كولر. فكده الموضوع مش في امكانيات اللاعب، الموضوع ان كابتن حسام حسن من البدايه، وانت اكيد شفت ده، انا عايز ما يجيش فيها جول. بس جه فيك جول. ده اساسي. بس جه فيك جول. انت جه فيك جول، خلاص هتعمل ايه بقى؟ مش بس اي مدير فني بيعتمد على كده، بيبتدي كده، يعني مش عايز يدخل فيها جول. ماشي، ده اول حاجه. في 1000 طريقه عشان ما يخش فيه جول. طب انت شفتها ازاي؟ انت شفت احنا عارفين نخرج بالكوره؟ اول تلت ساعه كنا كويسين على فكره، او اول ربع ساعه. كنا بنخرج بالكوره منين؟ من على الجنبين، على الطرفين. بس خد بالك، ما احنا بنعتمد اصلا اساسا احنا بنعتمد على الطرفين. ما عنديش مشكله، بس انت روح على الاطراف، ما عنديش مشكله خالص. بس في لقطه مش فاكر في الدقيقه 16 او 26، كان محمد هاني كان في كوره جات له على الطرف، هو محمد صلاح داخل لجوه قوي، مروان عطيه راجع لورا قوي، فمحمد هاني ما عرفش يتصرف 1 ضد 1. فالمدافع بتاع زيمبابوي ضغط عليه، بس من حظنا انها طلعت اوت. محمد هاني اول حاجه عملها مسك الكوره بيقول لهم يا جماعه قربوا لي.
انا مش عارف اتعامل، قربولي. فانت تخرج على الاطراف، هو ده نوع من انواع اللعب، انا مش بقول لك لا. ما انت يعني انت بعد ما دخل فيك الجول انت فتحت الملعب على الاطراف لان هم قافلين قوي في العمق. ما بالظبط عنديش مشكله، دي طريقه لعب وطريقه ناجحه، ومفيش حاجه في الكوره اسمها صح وغلط. بس عشان تلعب على الاطراف انت محتاج تعمل مسانده. كان في مسانده، انت كنت بتشوف تريزيجيه مثلا لوحده بيمسك الكوره، انت كنت حتى بتقول ليه بيحتفظ بالكوره كتير. ليه؟ كان بيتقل الكوره في رجله قوي. هو مش بيتقل الكوره في رجله عشان هو تريزيجيه عايز يتقل الكوره في رجله. انا ما عنديش حلول، فلازم انا بقى عارف. وحمدي فتحي ما كانش بيزيد معاه برضه، يعني ما كانش بيعمل معاه مثلثات. ما يعني بشوف ان ما اعرفش، بشوف ان الاثنين شبه بعض، حمدي ومروان وجودهم جنب بعض الاثنين، والاثنين شبه بعض. ما بحس ان ما فيش اختلاف. طب ما انا يعني لو تفتكر مثلا حسني عبد الرب ومحمد شوقي، خلاص طبعا يعني يعني طبعا الفرق طبعا يعني فرق السما من العالم. تمام. لا برضو يعني سيدي مروان برضو لعيب كبير وحمدي لعيب كبير وكل حاجه. بس انا بكلمك مثلا في الامكانيات. دلوقتي الاثنين مختلفين، حسني وشوقي يعني ستايل لعب الاثنين وامكانيات اللعيبه الاثنين، شوقي حسني الاثنين مختلفين. فلما كان شوقي بيثبت كان حسني بيزيد وكان بيهدف وكان بيعمل الفرق. لما كان حسني بيثبت كان شوقي بيزيد وبيهدف وبيعمل فرق. ماتش البرازيل. فاقصد ده، انت الاثنين ما يبقوش شبه بعض، يعني الاثنين يبقوا مختلفين عن بعض، يعني حد يديني حاجه مختلفه عن الثاني. لكن النهارده انت حاطط مروان وحمدي والاثنين شبه بعض. فانا مثلا يعني بقول ان لو انا ما اعرفش طبعا الظروف، هو ادرى بظروف لعيبته. واحد زي محمود صابر بيديني الزياده وبيشوط على الجون، رجله كويسه ورجله مظبوطه على الجون. واحد زي ده هو بيعمل باصات القصيره كويسه وبيعمل باصات الطويله كويسه. فايه المانع ان انت يبقى عندك الاثنين مختلفين عن بعض في مركز 6؟ بص، هو انا بشوف يعني، ودي مجرد تحليلي للموقف، انا مش باجزم ان ده الصح، بس انا بشوف ان حسام حسن كان عنده الجرأة دي لحد قبل ماتش اوزبكستان وكاب فيردي في البطولة الودية. من ساعة ماتش اوزبكستان وبدأت الثقة ما بين الجمهور، او العلاقة يعني ما بين الجمهور وحسام حسن تقل، مش تقل، انا شفتها انهارت وكأن الناس مستنية. بص هو في ناس كتير يعني برضو مستنيه حسام يقع، خلينا متفقين. يعني في ناس كتير جدا بغض النظر بقى يعني هو حسام كويس حسام وحش، بس هم فعلا مستنيين غلطه لحسام ان هو يقع. هم مش حابينه ايا كان بقى مين، سواء كان جمهور او سواء كان في ناس مسؤوله. طبعا انت عارف مسؤولين في اتحاد الكوره مش بسم الله ما شاء الله يعني. احنا عندنا اهواء ما بتمشيش بحبه بكره، انا بحبه بكره، بحب مين هجيبه وبكره مين مش هجيبه، مش هيبقى موجود. فحسام على المحك ان انا النهارده لو ما حققتش، لا يا سيدي مش هقول لك هحقق البطوله، بس على الاقل اوصل سيمي فاينل. بالظبط. فبالنسبه له حسام هو النهارده اوصل سيمي فاينل، انا خلاص انا قفلت كل الانتقادات اللي ممكن تتعرض لي، اللي ممكن تاثر عليا ان انا ما اوصلش كاس عالم. الراجل عايز يلعب كاس عالم، راجل حقه بالمناسبه. بالظبط، حقه بالمناسبه. انت وصلت الفئه فعايز تكمل، فعايز العب كاس عالم يعني، فاهم بالظبط. فبشوف ان ما اعرفش يعني في ناس بتحط اللود على حسام بزياده. انا من وجهه نظري امبارح اول ربع ساعه احنا كنا بنلعب كويس جدا، يعني احنا رحنا على الجون اكتر من كوره، كان ممكن نخلص منهم بكوره او بكورتين. دي حقيقه. وما كانش الماتش اتكهرب بالشكل ده خالص، وكنا ارتحنا وكانت الامور هديت وكنا ممكن نجيب الثالث والرابع والامور دي كلها يعني. بس انت سوء الحظ. انا بشوف ان المدرب هو دوره ايه؟ ان هو يوصل الكوره، انه يقدم الحلول للعيبه ان الكوره توصل للجون، لمحيط الجون. واللعيبه بقى هي اللي تجيب. ما هو مش هينزل يجيب جون يعني. هو امبارح مش هينزل مثلا كره امام اللي جايه له ويحطها. امام غصب عنه خبطت في القصبه. وكره تانية كره زيزو في الشوط الثاني بدماغه، فاهم. فانت هو الراجل مثلا هو في حلول بيقدمها في الملعب، بيقول للعيبه نعمل كذا كذا عشان نوصل للجون. نوصل بعد كده مين يجيب جون دي بقى امكانيات لعيبه، فاهم. بس انا فاهمك، بس انا يعني في هنا ممكن اخش في حته كده يعني. هل انت شكلك بالنسبه لك مثلا لو احنا كنا كويسين في فتره من فترات الماتش، هل ده عشان احنا كويسين ولا هل عشان المنافس ضعيف برضه؟ غلابه؟ المنافس ضعيف برضه. انا مش هقول لك المنافس قوي يعني، المنافس ضعيف يعني. هو كان نازل بلغه الملاكمه، هو كان بيدافع، هو حاطط ايده كده عشان بيدافع، بس هو بيستقبل الضرب منك.
فهو اول ربع ساعه هو بيستقبل منك الضرب، فانت كان وارد تدي له واحده قاضيه من البدايه كانت تخلص، لكن ده ما حصلش. في كره صلاح اللي خبطت برضه في شوط، كل ده في اول ربع ساعه. انت بتتكلم في اول ربع ساعه كام كوره؟ لا مش قليل يعني، كورتين امام وواحده صلاح، تمام، وفي كوره كمان انا مش فاكرها بصراحه، ومرموش الشوطه اللي شاطها. فانت برضو رحت يعني، مش ما رحتش. بس هو طبعا ماشي، هو ضعف المنافس، انا معاك. المنافس مش بقوه مثلا جنوب افريقيا اكيد، ولا انجولا ولا انجولا، احنا لسه هنعاني. بس برضو هي برضو ميزه ان انت ابتديت مع زيمبابوي. ميزه انك خدت 3 نقط، وخدت 3 نقط واكتشفت عيوبك فين بسرعه. ما هي دي بقى. هو هل احنا بس اللي بنكتشف العيوب، ولا كابتن حسام حسن والجهاز الفني ومحلل الاداء بيكتشف نفس العيوب؟ يعني احنا مثلا ببساطه شديده في ماتش باوزبكستان احنا كنا برضو عندنا نفس قصه المشكله بتاعت خروج الكوره، كنا شايفين نخرج بالكوره، بس كان في مين مكان امام عاشور؟ كان محمود صابر. محمود صابر هو اللعيب اللي كان المفروض ان هو بيشتغل بين الخطوط وبيطلع بشكل طولي عشان يزيد لقدام. انت عانيت في الخروج بالكوره قدام اوزبكستان، مش دور محمود صابر، مش امكانياته برضه، هو مش دوره. بس انت في النهايه نفس الفكره بالظبط، هي بس غيرت فرد، شلت صابر وحطيت امام عاشور. انت كده ما اتعلمتش من اخطائك. لا ازاي، هو خط الظهر انت كنت بتلعب ب3 ورا، محمد هاني محمد حمدي ورام ربيعه وطارق. بصراحه متفق معاك، بس انا بتكلم في مرحله الخروج بالكره تحديدا. ماشي. بفكره ان انت بتلعب ب2 فلات، حمدي فتحي ومروان عطيه، اللي مش نافعين مع بعض. انت جربت الثنائيه دي في اكتر من ماتش ومش نافعين مع بعض، فانت جربتها هي بس بدل محمود صابر قدامهم انت حطيت امام عاشور. طب مين يلعب جنب بعض؟ انا بالنسبه لي بشوف هي مش افراد يعني دايما انا مؤمن ومقتنع. حتى برضو ده اللي انا كنت بقوله في كاس العرب. انت كان عندك في كاس العرب غنام وقدامه السوليه والنني، صح؟ هو السوليه والنني ما يقدروش يطوروا اللعب، المفروض يطوروا، ما يقدروش يشتغلوا بين الخطوط ويلعبوا بشكل طولي، يقدروا هم اللي يعملوا كده، بس هل هم كانوا واخدين الادوار دي؟ لا. فبالتالي انت كنت يبدو لك ان الثلاثي فلات. مش بس برضه انا بتكلم على لعيب دولي. ايوه مش اما لعيب دولي برضه انا شايف انا في الملعب وانا عندي برضه قدرات وعندي امكانيات العب وابدع، حتى لو الكوتش مديني ادوار معينه باديها في الملعب. لكن انا برضو انت بتتكلم على 2 لعيبه يعني مش صغيرين يعني فاهم. انت عندك النني والسوليه 2 لعيبه يعني مخضرمين يعني، يخلصوا كوره المفروض يعني. فالمفروض ان هو انت بتتكلم في لعيبه عندهم الحلول ان يقدر، حتى لو المدير الفني بيقول له انت دورك هنا، بس انا شايف في الملعب في ايه، فانا ادي ان انا ازيد اوصل بين الخطوط واستلم وحرك الفريق وحرك اللعيبه. لكن دول ما كانوش بيعملوا كده. بكلمك بقى على المنتخب الاول، المنتخب بتاعنا. ايوه مين يعني ما هو برضه معلش، هي يمكن برضه هي انا متفق معاك ان مدير فني بيحدد وظائف، لكن برضه مين كامكانيات يضيف. طيب انا هجاوبك على السؤال ده، بس بعد ما اقول لك حاجه تعليقا على اللي انت كنت لسه قايله. هو احنا امبارح كسبنا بشغل مدير فني؟ لا احنا امبارح كسبنا بتصرف فردي طبعا من 2 لعيبه عندهم شخصيه، حلول فرديه بالظبط. عمر مرموش اتصرف بشكل فردي، قطع في المساحه اللي سابها تريزيجيه، خلق حل هنا وخلق مفاجاه، ودي هنا هنرجع لها لامام عاشور عشان دي احنا لسه هنتكلم. بس هنا عمر مرموش خلق لك المفاجئ، خلق لك اللي انت مش متوقعه فسجل جول. محمد صلاح في كره الجول الثاني قطع في المساحه في ظهر مصطفى محمد وخلق الحل برضو المفاجئ. يعني انت ده مش افكار مدرب قد ما هي تصرف لعيب عنده شخصيه قدر ياخد القرار. بس انت مش عندك ال11 لعيب محمد صلاح وعمر مرموش، فانت في لعيبه هي بتتحط في الملعب انا بنفذ ادوار. عشان كده بقول لك ردا بقى على السؤال انت سالته، هو الفكره مش في انه مين اللي يبقى في وسط الملعب. انا ممكن احط بالمناسبه مهند لاشين وحمدي فتحي ومروان عطيه، بس ادي للاثنين حمدي ومهند لاشين ادوار ان هم في بناء اللعب ويبقوا زايدين في وسط ملعب المنافس. هم مش هيعملوا حاجه، هياخدوا عين ارتكازين وسط الملعب. دخل تريزيجيه، دخل مرموش، دخل صلاح، دخل حد منهم يبدا يشتغل ثالث في وسط الملعب فيخلق لك الحل. فهي الفكره مش في الاسامي. يعني احنا برضو عندنا هنا ماشي بقى كورتهم عامله ازاي، ماشي هتساعدك على اللي انت عايز اللي انت بتفكر فيه. كوره الناس دي تقدر تساعدك سواء كان حمدي او مهند ان انت تطور اللعب وتمشي وتوصل. بتتكلم في انت عايز توصل صلاح، عايز توصل مرموش، فلازم الكواليتي اللعيبه اللي بتطلع الكوره من رجلها تبقى بميزان من ذهب. مظبوط.
فحمدي فتحي راجل برضو يعني دوره ان هو يبقى راجل بيقطع كوره يعني. هو داخل فاهم؟ زي طارق حامد ودونجا، خش في لا، جامد ودوره ان انا وطلع بقى الكورة. انا بقطع كوره. انا بالظبط. لا، شغلتي في الملعب ان انا بقطع كوره، بالظبط. فبلعب بجسمي، بلعب بصحتي يعني. فبرضو كورته مش احسن حاجه، مش اعلى حاجه يعني. بص، هو احنا دلوقتي قدام معضلة اللي هي ايه؟ ما قبل ماتش اوزبكستان وما بعد ماتش اوزبكستان. بعد ماتش اوزبكستان زي ما كنت بقول لك في الاول، حسام حسن فقد الثقه بتاعت الجمهور. بعد ما كان الجمهور وهاشتاجات ان حسام حسن هو اللي يدرب المنتخب، بقى دلوقتي الناس كلها بتقول لك يلا مشيه. ده في ناس بتتمنى ان منتخب مصر يخسر عشان للاسف. حسام حسن يمشي. للاسف. احنا واصلين للمرحله دي. للاسف. فحسام حسن هو اللي حط كده، حط نفسه في الموقف ده. انت دلوقتي البطوله الوديه انت دخلت بشكل غريب جدا. يعني انت حتى انت في الثلاثي الدفاعي زي ما انت كنت بتقول، انت لعبت بباكين وقلب دفاع. مم. ايه المبرر؟ يعني ماشي، انا اتفق معاك ان انت ممكن تلعب محمد هاني قلب دفاع، لان محمد هاني لعبها كتير في الاهلي، ومحمد هاني كورته حلوه. محمد حمدي ما لعبها بس محمد في حمدي الاربعه. اصلا عنده مشاكل في الارتداد، عنده مشاكل في التمركز، عنده مشاكل في الرقابه، مشاكل في التغطيه العكسيه وفي الكرات العاليه. يعني انا عندي 5 مشاكل اهم صفه في المدافع، الخمسه دول هم مش عند محمد حمدي. مم. محمد حمدي لعيب نشط جدا هجوميا، بيديك كرات عرضيه مثاليه، مم. لكن مش بنفس كفاءه فتوح. بس انت بالنسبه لك كحسام حسن، انت راجل داخل البطوله، حتى ده بانت في ماتش نيجيريا. انت في ماتش نيجيريا ال 90 دقيقه انت سايب الكوره لنيجيريا. مم. ليه؟ عشان انت وصلت لمرحله، لا انا ما بعد ماتش اوزبكستان انا ممكن امشي في اي لحظه، فلا انا هامن نفسي عشان ما يخشش فيها جول. ما كوبر وكيروش وصلوا لكاس عالم ووصلوا نهائي افريقيا بالتشكيله دي، يبقى يلا نجرب احنا كمان نلعب بنفس الطريقه ونفس الفكره. فده فكر حسام حسن. عشان كده بقول لك انت كحسام حسن مش هتاخد الجرأه او الريسك. يعني انت بتتكلم امبارح يا منعم، انت مغلوب 1-0، واول تغيير جربت تغيره في الدقيقه 30. طب ايه رايك في التغييره دي؟ انت ايه رايك؟ أنا شخصيا كنت متوقع واحد من الاثنين في نص الملعب، او تلعب بقى كل في كل وعليا وعلى اعدائي، تشيل حسام عبد المجيد وترجع حمدي فتحي، وترجع امام مكان حمدي فتحي وتريزيجيه، يعني تعمل التباديل والتوافيق اللي في الملعب دي بقى اللي انت عارفها. تنزل مصطفى مهاجم، وترجع مرموش شمال على الطرف، وترجع تريزيجيه يلعب مكان يعني 8. او العكس، او تلعب يعني اي حال، بس برضو يعني يفضل امام في الملعب. امام لازم يفضل في الملعب. كان لازم يفضل في الملعب. حتى لو هتغيره ما تغيروش دلوقتي، اللي هو غيره مثلا على الدقيقه 60 يعني، فاهم؟ زيزو نزله مكان زيزو، او بالظبط. نزل زيزو مكانه يعني. بالظبط، يعني اديله شويه وقت. اه بس انا استغربت يعني، وحسيت انه ذبحه. دي يعني حقيقه. حسيت انه فيها ذبح. دي حقيقه جدا. بص، هو انا مش مختلف معاك كتير. انا الاختلاف بس انه لو انت طلعت حسام عبد المجيد فانت كنت هتذبح الواد ده خلاص، لان هو لسه صغير، وجمهور السوشيال ميديا ما بيسميش بجد يعني. فكان الواد ده يعملوا هيترولوا عليه ويعملوا كوميكس بس هو بقى ما لما كانش مش هتشيله حاجه يعني. لا، اصل هو الجول الاولاني ماشي، هي كل غلطته الدنيا بتتكلم. بتاعته. بالمناسبه انا هختلف مش في دي. بتاعته لوحده. اه ما هو فين الاثنين المحطوطين في نص الملعب؟ اقول لك كانوا فين. ما انا مش بص لا بجد لا يا عم، انا اقول لك هم فين بجد. حلو. قول مش بص هنتكسفش. انا هقول لك كانوا فين الاثنين يا عم. بص هما يعني احنا ما كناش بنلعب فرقه كوره. وبالمناسبه بتاعت زيمبابوي، هنا مباراه زيمبابوي امبارح فكرتني بماتش كان الاهلي وحرس الحدود في الدوري، اللي هو تقريبا الماتش اللي خلص 5-0. كان في فتره الموسم بتاعت بيراميدز والصراع اللي كان ما بين الاهلي. لاحظت حاجه في تحليلي حتى في ماتش الاهلي وحرس الحدود، ان توجيه ضغط الاهلي كان غريب. الاهلي في العادي لما بيجي يوجه الضغط، او اي فرقه بتوجه الضغط، بتخرج الفرقه على الطرف، لان الطرف اقل خطوره من العمق. لا، الاهلي في ماتش حرس الحدود كان بيعمل العكس، كان بيجبر لعيبه الحدود انهم يلعبوا في العمق. ليه؟ ببساطه شديده، هو فريق حرس الحدود ده فريق تقدر تسيب له الكوره ويستحوذ؟ لا. يبقى اذا هو فريق تحولات. التحولات عموما بتتعمل فين؟ في الاطراف. فبالتالي هم خطورتهم في الاطراف، فانا اوجه الضغط واجبرهم يلعبوا في العمق فيعطلوا، فاخد الكوره بسهوله. ده ذكاء كولر بالمناسبه. انما في ماتش امبارح، ماتش زيمبابوي، لا، انت كان فريق زيمبابوي اللي على الله كانوا بيسحبوك لوسط الملعب. عشان كده هما الاثنين كانوا فين؟ كانوا في قلب الملعب. كانوا مسحوبين قوي في قلب الملعب، فكانوا قريبين من بعض، فكانت الاطراف فدادين. فبالتالي محمد حمدي امبارح اتسلم تسليم اهلي. عشان كده في البدايه قلبين وسط الملعب اتسحبوا واتخدعوا
بلعوا الطعم، محمد حمدي اتسلم تسليم اهالي، فمين اللي خد الشو في الاخر او المنظر في الاخر؟ حسام عبد المجيد. مم. طيب ما على هذا الاساس بقول لك يعني الذبحه برضو ما كانتش هتبقى يعني كبيره يعني. بص احنا عندنا للاسف يعني اللحظات الوحشه هي اللي بتعلم وبتاثر للأسف. وبتبدا بقى تلاقي السوشيال ميديا كلها بتتداولها وبتاع. فلو حسام عبد المجيد كان طلع، انا كنت بشوف يعني ان الواد ده كان هيتذبح، مم. مع الوضع في الاعتبار ان دي اول بطوله افريقيا، وبرده نادي الزمالك في الفتره الاخيره لا يخفى على احد هو غير مستقر. فبالتالي الواد ده انت لو كنت هتقتله وتذبحه تماما لو انت كنت خرجته. فانا كنت بشوف، انا في الاول نفس وجهه نظرك ان انت تطلع واحد من الاثنين، وتحديدا حمدي فتحي، لان مروان عطيه يعني هفضل اقولها احسن لعيب في مصر في الحته دي. مروان عطيه احسن لعيب 6 في مصر، ومش عشان بيلعب في الاهلي فهنكسب جمهور الاهلي او نكسب ود جمهور الاهلي، لا هو احسن لاعب 6 في مصر بدون اي خلاف، وتاني واحد او اقرب واحد ليه بعيد قوي. فكنت شايف ان احنا نطلع حمدي فتحي، لان حمدي فتحي ما عندوش المميزات بتاعت مروان عطيه. ابسط حاجه ان مروان عطيه غير انه بيقدر يعمل تمريرات عرضيه، هو كمان بيقدر يعمل تمريرات طوليه، فده كان هيضيف لك في الناحيه الهجوميه. بس ده التفكير الاولاني اللي جالي. انما لما الكوره احنا خدنا وقت طويل قوي عشان التغيير يتعمل، وكنا نسال نفسنا وكل الناس بقى بدات ثابت الماتش اصلا يا ترى هيطلع مين، وكله كان معشم نفسه بالمناسبه انه هيطلع ارتكاز وسط ملعب. بس انا نطت في دماغي فكره، وبالمناسبه الفكره دي مش من يعني ما اخترعتهاش، يعني هو كابتن حسام حسن نفسه عملها في مباراه بوركينا فاسو في التصفيات. انه عمل ايه؟ انا كنت شايف ان هو يطلع محمد حمدي اللي هو الباك الشمال، ويرمي تريزيجيه كوينج باك ناحيه الشمال، ويحط مرموش وينج شمال عادي على عدلته، ويخلي امام عاشور في قلب الملعب جنب مروان، ويرجع حمدي فتحي ثالث مع قلبين الدفاع. ما اعتقدش انه كان يعمل كده. هقول لك ليه. زيمبابوي في كل المراحل كان بيروح عليك باثنين في قلب الملعب، اثنين مهاجمين، فكان طول الوقت حسام عبد المجيد عليه واحد وياسر ابراهيم عليه واحد. فانت ببساطه شديده يا اما تدي واحد من وسط الملعب دور انه يرجع يحمي قلبين الدفاع، يا اما تخلي حمدي فتحي سرد باك ثالث. انما فكره ان انت تضحي او تبيع عمق ملعبك، انا بصراحه كنت بشوفها عدم قرايه للجيم من كابتن حسام حسن. ويا ريتهم بيأدوا ادوار هجوميه، مثلا نقول مثلا بيضحي على حساب الهجوم الاثنين، يعني مع احترامي يعني امكانيات يعني والله يعني تحديدا حمدي فتحي يعني ماشي لعيب كويس وكل حاجه وابن حلال وطيب يعني جدع يعني يعني لو احتجته يقف معاك بس يعني برضو مش ما يديلكش الحل يعني قدام، ما فيش الحلول عنده في ككوره، ما عندوش حل يعني. بشوف كده من وجهه نظري يعني مثلا كشوط برضه رجله مش مظبوط على الجون، فنادر جدا لما اشوف حمدي فتحي بيزيد وبيشوط على الجون، او مثلا بيعمل واحده وانتو، او مثلا في المساحات الضيقه بيعرف يخلص في حلول، عنده حلول في لا يعني امكانياته برضه لا هو 6 هو 6 حمدي فتحي يعني زي ما قال الكتاب، بس 6 تقليديه قوي يعني ما فيهاش طبعا استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، مش بوسكيتس مثلا سيبك هتخش في حته الله يقول يعمل ايه هيقول ايه انت كده هتكفر فاهم، استغفر الله العظيم يا رب يعني مش الحته دي خالص ايوه يعني. بالظبط. فبلكن هو مثلا ايه يعني يعني حسام عاشور طارق حامد الحاجه انضف شويه يعني فيرجن اعلى فاهم، انا فيرجن اجدد. بس انا هختلف معاك في موضوع حمدي فتحي لسبب انه السياق او التوظيف اللي حطه فيه كولر خلاه ينور. يعني هو كان واحد من المساهمين في ان انت عديت سيمي فاينال لافريقيا مع الاهلي، وجاب لك كاس مصر ضد بيراميدز. يعني انت برضو بتتكلم في بيراميدز، مش بتتكلم في فرقه بتصارع الهبوط. فهو اتحط في السياق ده وابدع فيه وعمل موسم كويس. بس هي القصه بالنسبه لي انه يعني انا تحفظي كان على مش الاسامي، هي التوظيفات. يعني انا هديك مثال صغير. هي احنا الكوره ميزتها انها بتخليك تروح في 100,000 حته، ممكن تتكلم على برشلونه وانت تتكلم عن منتخب مصر عادي. الاهلي والهلال في كاس العالم للانديه 4-0. الماتش ده احب ماتش الجمهور الاهلي، تلاقي الجمهور الاهلي بيسقفوا دلوقتي. مين كان في وسط الملعب؟ حمدي فتحي وديانج ومين؟ عبد القادر. لا مش فاكر مين التالت. مين التالت كان في وسط الملعب؟ مروان السولية بالظبط. الثلاثه دول هم ليه؟ هم الثلاثه على فكره بالمناسبه شبه بعض، يعني السولية نوعا ما بيزيد شويه بس الثلاثه شبه بعض. هو ليه اعتمد على الثلاثه؟ عشان الثلاثه يعملوا له ضغط عالي.
فهنا هو اعتمد على 3. بص التوظيفات، بص اللعيبه. يعني انت دلوقتي بتتكلم في المنتخب مروان وحمدي شبه ديانج وحمدي، ما فرقتش كتير. وامام عاشور التالت بتاعهم نوعا ما السوليه ها في الحته دي. بس انت اعتمدت على ال3 دول ليه؟ عشان تعمل ضغط عالي على الهلال. فانت استخدمت وسط ملعبك في الضغط العالي عشان تعرف تفتك الكره منهم، فتمنع وصول الكره للثلث الامامي اللي هو الخطير. فبص التوظيف هنا مش الاسامي، هنا التوظيف والاختصاصات. انما انت امبارح في مباراه زيمبابوي هل انت ضغطت عليه؟ الضغط العالي كان يعني ما كانش فيه. لا. هل ضغطت من تلتين ملعب؟ لا. هل قفلت الخطوط وتراجعت عشان تلعب على المرتدات؟ لا ما ينفعش اصلا. انت ما عملتش حاجه. راجل عيب يا راجل. فانت استخدمت اسامي لمجرد انك توهم الناس ان انا بامن اهو يا جماعه وبدافع عشان ما حدش يقول عليا ان انا مجنون كوره. غشيم. لا انا مش غشيم ولا حاجه، انا راجل متوازن زي المدربين اللي بيمسكوا اقلام ونوت كده في الملعب. بس في النهايه لا انت عملت ضغط عالي ولا عملت ضغط من تلتين ملعب ولا عملت تامين دفاعي في الناحيه في الحاله الدفاعيه. فبعت قلبين الدفاع بتاعك، وحسام عبد المجيد اتصدر في مشهد سيء ان هو اقل مدافع دخل في تاريخ مصر كلها، والناس كلها بدات تترول عليه وكوميكس قد كده. وفي نفس الوقت بعت الناحيه الشمال بتاعتك محمد حمدي، وفي نفس الوقت لا زلت هجوميا ولا ضغطت عليه. طب امتى منتخب مصر شكله اتحسن؟ مع نزول زيزو تقريبا. ليه؟ عشان اسم؟ لا. معظم الناس هتقيم الموضوع انه عشان ده زيزو. على فكره يا جماعه عادي جدا، انا كنت ممكن انزل احمد عيد اللي هو الباك اليمين واحطه في المركز ده واقول له اعمل كده. هيعمله مش بنفس الكفاءه طبعا بتاعت زيزو، بس هيعمل الدور، فهيديك الايحاء ان انت عارف تاخد السكند بول في وسط ملعب زيمبابوي، عارف تشتغل هجوميا، عارف تخلق المفاجاه في الناحيه الهجوميه. فلما زيزو نزل بقى هو اللعيب اللي بيربط اللعب وبياخد الكره وبيطلع بناء طولي عشان يوصلك ل 30 متر الاخير. وبقى بيزيد مع عمر مرموش وابراهيم عادل لما دخل في الشوط تاني، فبدات تخش في قلب الملعب وتاخد السكند بول في وسط ملعب زيمبابوي. فبقيت تحس انت وانت بتتفرج للحظات، هي خلي بالك هي لحظات، ان انت قادر تعمل حاجه. ايه ده، انا قادر ولا ايه؟ هو انا عندي كوره يعني واقدر اعمل حاجه؟ ده رايي في زيزو. انت رايك ايه في زيزو اما نزل زيزو؟ يعني انت حرك الملعب. زيزو هو حرك الملعب. حرك الملعب وزي ما انت قلت فعلا، وحتى كمان لما اتحرك جنب صلاح وجنب محمد هاني كان يعني وخلى صلاح شويه يدخل في عمق الملعب وهو يتحرك مع محمد هاني وعمل عرضيه تقريبا او عمل عرضيتين واتحرك يعني. كان في حركه هو نزل بصراحه عمل حركه بالظبط. بس كان ناقص طبعا اللمسه. يعني اللمسه كانت تكلل مجهوده ومجهودنا وتريحنا وتهدي الدنيا، بس هو ما بضلك يعني اكيد مش قاصد يعني. بالظبط. بس هو ما فيش لعيب بيبقى قاصد يضيع، استحاله يعني. هو برضو بيبقى فيه كان اللعيبه اغلبها امبارح كانت متوتره لما تاخرنا بالجون وعايزين نعوض وعايزين نكسب، فكله كان متوتر. وبعدين انت مش انا لوحدي اللي حسيت كده يعني. بعدين انت مش لوحدك. بعدين هم حسيت كده جدا. لا يا راجل، ده انا حسيت صلاح اتوتر. انا حسيت صلاح انه متوتر. وصلاح اللي هو يعني بس صلاح وضعه مختلف. طبعا. هو صلاح اصل خلي بالك من حاجه، انت الجيل ده هو انا بشوفها يعني ان بطوله افريقيا دي فارقه في الجيل ده. دي حقيقه. يعني انت عندك صلاح وتريزيجيه وحمدي فتحي ومحمد حمدي ومحمد هاني ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمد شناوي، يعني بنسبه كبيره قد تكون اخر بطوله افريقيا في ظل كمان انت تلعبها كل 4 سنين. فيعني فارقه جدا. وبالذات بقى مين البوب او الملك بتاع الجيل ده؟ محمد صلاح. لا هو صلاح هو خلاص هو اللي شايل المسؤوليه كلها. بالظبط. وهو بصراحه بيتحمل مسؤوليه. يعني ميزه صلاح وعنده من القوه انه يقدر يتحمل مسؤوليه وما بيخافش يعني، ودي بصراحه تحسب له يعني. ما هي انت امبارح انت كسبت امبارح نتيجه ايه؟ نتيجه 2 لعيبه خدوا القرار ان انا لاعب ذو شخصيه كبيره هاخد قرار غير متوقع عشان اخلق الفارق واصنعه. وهنا بدا منتخب مصر يرجع في النتيجه. عمر مرموش بمناسبه في كره الجول هو طول الوقت في الطرف في العمق. الكوره الوحيده يا مؤمن اللي خلق الغير متوقع، تحرك غير متوقع، دخل في المساحه اللي سابها تريزيجيه من غير ما الباك يعرف هو بنفسه. دي مش تعليمات مدرب، دي شخصيه لعيب. ليه مش تعليمات مدرب؟ عشان ما بتتكررش. ده اللي انا قصدي عليه بالظبط. شخصيه اللعيب فين في الملعب بقى. انت النهارده المدير الفني بيدي لك تعليمات، انت برضو وانت في الملعب في نقط بتنور في الملعب ما بتحركش فيها. ليه بقى؟ ليه ماسك نفسي ومكتف نفسي عشان تعليمات، عشان خاطر خايف من حسام حسن يزعق لي؟
او يعني يقول لي كلمه كده جيب سيره الام او جيب سيره الاب او اي حاجه. او يقول لك انت ربع لعيب يعني. اه. انت يلا ربع، انت في ايه؟ انت بتعملنا وش ولا ايه؟ فلا برضو بشوف ان برضو عندنا برضو يعني مش شخصيه اللعيبه مش كلها بصراحه يعني قويه. اغلبهم موظفين حقيقي بجد والله. طب تفتكر يا منعم ده بسبب ان اللعيب نفسه شخصيه لاعب. شخصيته كده، اه ولا السوشيال ميديا ليها دخل كبير بانهيار الكرة في مصر؟ برضو ترجع للشخصيه. يعني هقول لك في ناس هم مش موجودين، يعني مش موجودين، اتمنى ان يكونوا موجودين، بس في لعيبه ما بتتاثرش. يعني انا والنبي لو اقول ريان يا فجل اقعد بقى انت وقول زي ما انت عايز تقول، هات سيره الجدود وزي ما انت عايز تقول قول، انا مش هتاثر. انا هرد في الملعب. يعني رد دايما هيبقى في الملعب. نادر جدا لو لعيبه الجيل الحالي ده موجود منهم، ده ما بشوفش منهم عارف مين كتير. اكتر لعيب في منتخب مصر؟ ممكن الاسم ده ما يجيش في بالك بالمناسبه. مين اكتر لعيب في منتخب مصر او في مصر عموما، مش هقول لك في المنتخب بس، عنده الميزه دي؟ جنش. لا. لا، لعيب مش هتتوقعه لان بيتهان من اول ما بدأ. محمد هاني. محمد هاني. محمد هاني. محمد هاني هو واحد من اكتر اللعيبه اللي بيعجبني المنتاليتي بتاعتهم جدا. هو الراجل ده ملوش علاقه باي حاجه، ملوش علاقه. اشتم، قول اللي انت عايزه، انا هعمل ادوار المدرب. وعلى فكره اتسالت قبل كده في مره من المرات، يعني واحد بيقول لي هو محمد هاني ده بيتشتم من طوب الارض، بس ازاي كل مدرب يجي بالظبط. الاهلي بيلعبوا اساسي؟ ومنتخب. ببساطه. اهلي ومنتخب. اهلي ومنتخب بجد. هو الناس تقول لك اصله مفيش غيره. ليه؟ طب ما انت عندك عمر جابر، ما انت عندك علي فوزي، ما انت عندك اللهم صل على النبي، احمد عيد بتاع المصري. عندك مين في بيراميدز؟ عندك طارق علاء. على فكره في لعيب في بيراميدز اسمه طارق علاء. انا نادرا ما بتكلم عن لعيبه بعينها، بس انا عملت له فيديو مخصوص. ده البادي اورينتيشن بتاعه مش طبيعي، بيعرف يقرا الملعب، بيعرف يحمي ايه قبل ايه. وعندك عمر كمال برغم مع تحفظي الرهيب على مستوى الفتره اللي فاتت، بس انت عندك كتير في المركز ده. بس محمد هاني هو الاول. انا جاوبت الشخص ده السؤال ده باجابه في كلمتين، قلت له عشان بينفذ اللي المدرب عايزه منه بالحرف. انت دلوقتي مدرب وبتقول لي لعيب اعمل 1 2 3، بيعملهم لك بكفاءه متناهيه. دي حقيقة. هقعدك ليه؟ عشان الجمهور مش عاجبه. اصل الجمهور رابط الباك اليمين انه لازم يجري على الخط، ولحد اخر حته في الخط قبل ما الكره تعدي خط المرمى لازم تقوم رافع. طب لو عملها من بدري يعني هيبقى وحش. طب ما عملش عرضيات. هديك مثال بلعيب في تشيلسي انا بحبه جدا، واحد من افضل الاظهره في العالم، كوكوريا. ومناسبه كوكوريا هو في كل مراحل اللعب هو داخل في القلب. هو ما بيعملش عرضيات اصلا. هو ما بيعملش عرضيات اصلا كتير. هو بيبقى على فكره كوكوريا طول الوقت في مراحل بناء اللعب بيضم تاني جنب الارتكاز، سواء كايسيدو او لافيا او واتيفر مين، وطول الوقت بيكمل في العمق عشان يسيب جراناتشو الطرف على الطرف فاضي. ده توظيفه. جاب جوال ما جابش جوال، بس الفرق بره ان كوكوريا ده بيتشال على الكتاف. ده احسن لعيب في العالم، ده احسن ظهير في العالم. انما احنا عندنا محمد هاني بيتقيم انه ما بيعملش عرضيات زي احمد فتحي. فمثلا محمد هاني انا بشوف ان هو واحد من احسن اللعيبه في مصر اللي بتقدر تعمل تمريرات كسر خطوط. تمريرات كسر خطوط اللي بتوصلك من منطقتك لل 30 متر الاخيره بتاعت المنافس، ودي بناء عليه حتى يسترب باني اهم التريكات بتاعته، اللي هي المساحه اللي بيخلقها الوينج لما بينزل عشان تتلعب الكره في المساحه اللي في ظهره. ومنها الاهلي جاب جون في الزمالك وفي سيراميكا في السوبر وفي غيره وفي غيره. واحنا بقى يعني انت بقى استكمال لكلام اللي انت بتقوله، انت النهارده وصل الحال بالناس انها بتقيم صلاح بالحته بعمل باصه غلط. لا ده كانت الكره المفروض يباصيها بالشكل ده، لا زود، لا قلل. فصلاح يعني صلاح بعد كل اللي عمله ده كله لحد النهارده، فتخيل يعني انا بكلمك، انا بقارن لك صلاح فانت بتقول محمد هاني، فانا بقول لك صلاح بعد كل اللي عمله وقدمه اللي هو ما ينفعش يتحط في مقارنه. يعني مش هقول لك لا ينتقد، لا يا سيدي محمد مش ينتقد صلاح برضه عادي جدا يعني بالظبط، ولكن بموضوعيه. يعني انت يعني هتنتقد صلاح انتقده بموضوعيه، ما تاخدليش كوره وتقول لي شوف صلاح عمل ايه، بس خايف على رجله. خايف على رجله يا امال يخاف على رجلك انت. بس هو فكره محمد صلاح، انا بعيدا عن انتقاد الناس، انا بشوف ان محمد صلاح نفسه عنده تفصيله صغيره، وده ممكن يكون كل اللي بقوله ده يعني كلام في الهواء يعني. انا محمد صلاح مش محتاج يثبت حاجه لحد. محمد صلاح امبارح واحد من اكتر اللعيبه في الجيم، لما يكن اكترهم، اللي صنع او خلق فرص محققه للتسجيل.
انت بتتكلم، انت اول ربع ساعه بتقول ان احنا كنا نازلين دايسين على وش زيمبابوي. آه. دي حقيقه. اي نعم. يعني مش بعشوائية. بافكار متنوعه، بعشوائية. ونوعا ما في، مش هقول عشوائيه، بس نوعا ما كاركتر. تريزيجيه لعيب يقدر ينزل يعمل لك حاجه، محمد صلاح يقدر يستلم الكره تحت ضغطه ويعمل لك حاجه، امام عاشور، مرموش، برضو عندك اكتر من عنصر يقدر يخلق لك الحته دي. لكن محمد صلاح هو فعلا لما كان بيبقى بيستلم الكرة سواء في العمق او على الطرف ويبدا يصنع اللعب، كان بيديك الحته اللي انت يعني مفتقدها في المنتخب. مم. انما انت صلاح مش لازم تاخد الكرة وترقص 5 6 4، مش لازم. ولا لازم برضو ان انت تنزل لحد ال 30 متر اللي عندك، انت بقى تنزل لمنطقه جزائك وتستلم من ياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد عشان تطلع الفرقه. لا، ده مش دورك. مم. هنا ده مش دورك. هنا انت بتعمل حاجات اكتر من اللي مطلوبه منك، فالناس بتقيمك على الحاجات دي. احنا ثواني قاسيين قوي يعني. لا هي في يعني سكة تانية خالص غير غير الكورة برضو، دي اللي ضغطة شوية على صلاح يعني بره الكورة. مم. ليها علاقة بالسياسة موضوع فلسطين. ومن قبل فلسطين. هو فلسطين ده برضو قصة برضو على الهامش، لكن هي من قبل كده. وهو صلاح مغضوب عليه من جماعة معينة، فبالتالي واخدين صلاح واخدين ناس كتير جدا في سكتهم ضغط على صلاح. وهو صلاح عارف الموضوع ده من زمان. وكان ليه تويت على فكرة، والتويتة دي من تقريبا 2018 2019 لما انا فاكرها كويس. قال لك مهما حاولوا يكره انا مش هكرهك او حاجه كده، مهما حاولوا يكرهوني في اهلي كان مش هكرههم. فهو كان قاصد وعارف هو بيوصل ايه لمين بالظبط. ففي ناس للاسف ضغط على صلاح وجت بقى قصه فلسطين بقى في فاهم، جات لهم بقى كده على طبق من ذهب وعلى طبق من فضه يعني، وناس راحت معاه في القصه دي. بس يعني ما علينا يعني. عارف ان انا بدات برضه الاحظ حاجه في الفتره الاخيره على ذكر موضوع محمد صلاح، انه في ناس بتقول لك صوتهم بقى بدا يعلى الفتره اللي فاتت في الحوار ده، يقول لك محمد صلاح لما طلع كان ماسك المصحف على طول، انما دلوقتي لا. يا سلام. لا وبص انما دلوقتي لا. ويعمل لك اللي هو كده. طب يا عم، هو منزل الاب بتاع القران منزله على الموبايل، مش عرفك يعني. يعني بجد احنا وصلنا للمرحله ان احنا بنقيم اللعيب هو ماسك المصحف ولا لا. طب يا باشا، ما هو مثلا طلع لك برضو واحد يقول لك محمد صلاح بنى 4 مستشفيات في طنطا، هو حد هيعد ورانا؟ يعني طب ما انا عرفني ان هو بنى مستشفيات. فانا ليه بقيم اللعيب بره، وليه دايما بحط اللعيب في اطار القدوه؟ يا باشا، محمد صلاح مش قدوه. يا باشا هو قدوه في الكوره، هو لعيب جامد، بس حتى مش قدوه في الكوره، لعيب جامد، خليه جامد. سيبه بقى، سيبنا نتبسط بفتره محمد صلاح، لانه والله لما محمد صلاح يعتزل احنا هنقعد نحط ايدينا على خدنا وهنبص على اللعيبه اللي هي احمد عادل ميسي ومصطفى ميسي والحاجات اللي هي بنعلق نفسنا. فاكر لما كنا بنقعد نستنى جون لميدو ولا جون لعمرو زكي ويعني وبنعيش عليه شويه حلوين يعني. انا هقول لك الابشع، احنا كنا بنستنى ينزلوا الملعب او ينزلوا الملعب. والله. ايه ده، انت نزل؟ لا شغل بقى الماتش بقى. والله فعلا كنا بنستنى ننزل. واصلين المرحله دي. فانت النهارده عندك واحد بالقيمه دي، اسطوره. هو فعلا حقق كل حاجه في اوروبا. طبعا خلاص قفل اللعبه. هو دي دروجبا في غبار عليه؟ لا طبعا. ما خدش افريقيا. حد من كوت ديفوار بينتقص من قدر ما خدهاش فعلا، دي حقيقه. هو كوت ديفوار خدتها بعد ما هو مشي، بعد ما هو اعتزل، خدوا كانه هو اللي كان نحيسه. بس هل ده يقلل من امكانياته؟ اكيد لا. رونالدو الظاهره ما خدش دوري ابطال اوروبا. خدش دوري ابطال اوروبا فعلا. طب ايه اعظم واحد؟ 9. تخيل. وكان غريب يعني، ده وينج 9 10 11، يعني اي رقم انت عايز تحطه في رونالدو ما فيش مشكله. فانت بتتكلم في مجموعه لعيبه ما خدوش بطولات كبيره، بس ما ينفعش ان احنا ننتقص قدرهم. فمحمد صلاح لحد دلوقتي وهو 32 سنه وهو خلاص على بعد خطوه انه يبقى الهداف التاريخي لمنتخب مصر، بيتقيم. والانيل بقى ده انا بسمع بقى جمل بقى بجد بتجيب لي المراره. والله هو جابت لي المراره. والله العظيم. هو عمل ايه لمصر؟ وعمل ايه منتخب مصر؟ عمل ايه منتخب مصر؟ محمد صلاح عمل ايه منتخب مصر؟ يا سيدي محمد صلاح انت ما هي دي الفكره ايه يعني. والله العظيم الجمله دي لما بسمعها انا بعمل زيك بالظبط. جمله محبطه جدا جدا جدا. عمل ايه منتخب مصر؟ محمد صلاح يا سيدي هو تاني الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، وعلى بعد خطوه خلاص. اصل هو لسه في الملعب. واكتر واحد مساهمه في الاهداف اللي مع منتخب مصر محمد صلاح، اكتر واحد مساهمه في الاهداف يعني. انت متخيل في تاريخ مصر؟ تمام. الهداف التاريخي لتصفيات افريقيا او كاس العالم، انا مش متذكر برضه. تمام. ده على مستوى القاره، مش منتخب، مش على مصر بس. على مستوى القاره.
خلاص متفوق على مين؟ على إيتو ودروجبا وأباطرة يعني فاهم. وصل منتخب مصر 2 كاس عالم في حين انت عندك جيل احنا كلنا يعني ما حدش ينكر يعني انه جيل من اسوأ الاجيال اللي جت مرت على الكره المصريه. وصل 2 كاس عالم، وصل 2 نهائي افريقيا، كل ده بفضل الله ثم محمد صلاح. وفي الاخر تسمع واحد يقول لك هو عمل ايه لمنتخب مصر. طب انت ايه رايك يعني الماتش اللي جاي، ماتش جنوب افريقيا، يلزمك في حاجه الماتش ده؟ ده يلزمني يا معلم، ده يلزمني جدا ال3 بونت بصراحه. رايك بقى التشكيله تبقى مين؟ بص، هو جنوب افريقيا برضو انا ما شفتهاش كتير، بس من اللقطات اللي شفتها هو فريق بيلعب ايقاع سريع جدا. صن داونز. ايقاع سريع جدا صن داونز على فكره. بالظبط. ايوه الله ينور عليك. عايز توصف منتخب جنوب افريقيا، صن داونز. هقول لك على حاجه، فاكر ماتش فايلر مع موسيماني في جنوب افريقيا 1-1 لما علي معلول جاب الجون الاول وتعادلنا؟ هو فايلر احسن حد ادار مباراه ضد صن داونز في جنوب افريقيا في الوقت ده، هو كان فايلر. هو عمل ايه؟ لعب قلبين دفاع وحط رامي ربيعه ليبرو مقلوب. حصل. هو عمل كده ليه؟ عشان يحمي عشان يحمي عمق الملعب، لان هم بيشتغلوا بين الخطوط. فواحد دايما بيبقى حامي قلبين الدفاع وفي نفس الوقت بيقفل المساحه بين الخطوط. حسام حسن انا ما عنديش الاعتقاد ان هو هيعمل كده، بس على الاقل خالص هو هيعمل بنفس طريقه ماتش نيجيريا. يعني انت شايف ان احنا كده نرجع نعمل نفس طريقه فايلر، نرجع نقف ورا الكوره ونعمل تحولات، دفاع منطقه والتحولات. ده اللي انا شايفه. والله انا كنت مبسوط جدا حبيبي يا شباب. كان وحشني الكلام في الكوره، بعيدا بقى عن شويه النقط اللي بعملها في الشورت دي، عشان برضو الواحد ما بياخدش راحته في الكلام قوي، بس فكره ان انا قاعد معاك، انا بحب اصلا اتكلم معاك في الكوره جدا والله. جدا حبيبي والله. فوالله كنت مبسوط، ودي اول تجربه بودكاست هنا في القناه، فمش عايزينها تبقى اخر مره، احنا عايزين نكمل ان شاء الله باذن الله مع بعض. مستمرين. واتمنى ان شاء الله الناس يكون عجبها البودكاست ويكون خفيف عليكم، وبرضو شاركونا برايكم وتعليقاتكم، واللي عايز يقول رايه ويتكلم، اللي عايز يشتم اللي عايز يدعم براحتكم، يعني احنا منفتحين معاكم. شكرا يا منعم. حبيبي يا شاوي، مبسوط جدا ان انا موجود معاك والله النهارده، ويعني انت فاهم انا كده اصلا بحبك، يعني سيبك من اي حاجه حبيبي والله بجد. يعني فكره ان احنا نقعد نتكلم مع بعض وندردش مع بعض، فكده يعني انا بحب اقعد اتكلم معاك في الكوره يعني. احنا اصلا نطفي الكاميرا ونكمل، احنا مالناش دعوه في الموضوع ده. عايز تقول اي حاجه قبل ما نباي؟ والله يا رب نكون ضيوف خفاف على قلوب الناس، واللي كمل معانا الفيديو لحد الاخر كده يبقى ان شاء الله احنا كنا ضيوف خفاف على قلبه يعني، يبقى حبيبنا ده. ويثبت بقى حضوره ويعني ويشاركنا بقى الفيديو بقى بالكومنتات، يعني اللي يجي بضميرك بقى، اللي انت وضميرك بقى اللي يجي شاكرين جدا يا جماعه، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله.